بغيتي دير لاباس؟ باغي ندير لاباس. لاباس بغيتي دير الفلوس وتولي مليونير؟ عندي ليك الحال. 1 اكس بات كود برومو مع الحياة. هي فايت دويت فيه وقيلا غلطت في الورقة. نعاودو بغيتي دير الفلوس وتولي مليونير؟ عندي ليك الحال. دخل تقيد في الدوره ديالي، اجي عندي الانستغرام، غادي نعلمك التريدينغ وداكشي د لابورس وبواحد الثمن رمزي جدا. ثمن رمزي 3000 درهم. صراحه ثمن رمزي بزاف الدراري. مرحبا بكم. واخيرا الفيديو المنتظر، اكبر موضوع داير جدل ما بين الناس في المغرب اولا في العالم العربي كامل من مورا ما دوينا على الفيديو ديال القمر وشنو كيجي منه. بزاف ديال الناس جاو عندي في الكومنتس وكياكدوا باللي نفس الاعراض اللي كيطراو مع القمر كيطراو حتى مع التريدينغ. باي ذا واي الفيديو ديال القمر يطلع لك الفوق في الاي. وهنا نقاسم المجتمع ما بين الناس اللي تيقول لك التريدينغ حرام وهو شكل من اشكال القمار وسبويلر اليرت راه عندهم الحق، وما بين الناس اللي تيقول لك هذه خدمه بحال اي خدمه في المجال الفاينانس اولا ليكونومي وعاوتاني تا هما عندهم الحق. بلا شك كتقول دابا نتايا مال هاد خونا دايخ وبغى يدوخنا معاه، مالو ما عندوش شخصيه هاد خونا هذا، الراي اللي جا الريح اللي جا يديه. الا كنتي قلتي هاد الهضره خليني نقول لك بلي راه انت عندك الحق. سيريسلي الدراري، هادشي اللي غادي نتناقش معاك فيه من هنا لقدام تقدر ما عمرك تكون سمعتي على مجال التريدينغ. اولا غادي نهضروا من ناحيه دينيه واش التريدينغ حرام ولا حلال، من بعد ندخلوا في شويه ديال لي ديتاي في التريدينغ وفي التداول بالاسهم وبالعملات من ناحيه اقتصاديه وماليه. الا كنتي كتسناني غير نجيب لك الراي ديال الفقهاء ونقول لك التريدينغ صافي حرام قطعوا ما ديروش، راه ما عندها حتى معنى، حيت تقدر تقلب انت براسك وتعرف واش هاد التريدينغ حلال ولا حرام. سو ما تحتاج تدخل الفيديو ديالي، كاين فقهاء اللي كيفهموا اكثر مني في الدين وهما اهل اختصاص ويقدروا يجاوبوك على سؤالك في دقيقه واحده. وغادي نبداو بشنو قالوا الفقهاء والعلماء الافاضل ديالنا في الدين على هذا الموضوع. من بعد غادي نناقش معكم هاد التريدينغ كيفاش كيخدم وشنو انواع ديال التريدرز، والسؤال الاهم واش التريدينغ بصح فيه داك الربح كما كيبيعوا بنادم العجله دوك صحاب الكورسز وصحاب الدورات والجروبات في التليجرام كيقول لك غير اجي دير كوبي كولي لواحد الصفقه راه صافي ربحتي ودرتي الملايين. كاين فريمون بنادم اللي متيق هاد النصاب هادو كيبين لك فيلا كيبين لك شي حديده مزيانه صافي غير باش يغريك وانت كتثق بحال شي هبيل باللي هو دوك الفلوس وداك الشيء راه داروا غير من التريدين وكذا، هو راه داروا مام فلوس دوك الدورات ودوك الكورسات اللي كينصب على عباد الله. ما كنديو هنا ذنب حتى شي واحد، كاينين الناس اللي كيعلموا الناس الدومين ديال بصح ولكن ما تيستعملوش هاد الطرق الرخيصه في التسويق. الدراري اللي كيعرفوني من شحال هادي في هاد القناه هادي راه كيعرفوني ما كنهضرش في المواضيع من فراغ وما كنهضرش في المواضيع اللي ما كنفهمهمش. ما غاديش نقول لك اكدت دراسه بريطانيه، لا هضرتي خصها تكون ايفيدنس بيزد ماشي المصدر ديالها هو ارا ديك اليد. المهم اللي ما عارفش فيكم انا ايكونوميست وعندي درايه كبيره في هذا المجال ديال الايكونومي وهذا هو المجال الاختصاص ديالي وتيقني راه ما غاديش نهضر في هذا الموضوع من فراغ. ندخلوا في موضوعنا نيشان حيت حسيت بلي هاد الانترو طولات بزاف ولكن كان ضروري خصني نديرها. لايك ديالكم والكومونتيرات اللي كنتي كتثق في المنتج وندخلوا للسخون. من الجانب الديني كاينين بزاف ديال الفقهاء والعلماء ديال الدين والشيوخ اللي جزموا في هذا الامر هذا. شيوخ بحال الدكتور عبد الرحمن بن علي كيقول باللي التريدينغ هو نوع من انواع التجاره. الا كان نوع ديال النشاط ديال ديك الشركه اللي انت غدوي في الاسهم ديالها حلال فراه عادي تشري وتبيع في هذه الاسهم، يعني عادي تشري سهم رخيص وتبيعه بالغلا، فهذا هو الكونسيبت اصلا ديال التجاره. ولكن الا كان النشاط ديال الشركه حرام فراه دوك الفلوس اللي غتربح منها حتى هما حرام. مثلا ماشي تدوي في شركه ديال الشراب او الشركه ديال التبغ وتوقع من دوك الفلوس اللي غتربحها يكونوا حلال. شيوخ بحال عزيز فرحان العنزي وعثمان الخامس كيشاركوا الراي ديالهم مع الراي السابق، بمعنى التداول في الحلال حلال والتداول في الحرام حرام. وغادي نشوفوا دابا العلماء ديالنا المغاربه. من اشهر العلماء اللي دابا باينين في الساحه حاليا هو الدكتور محمد طلال. قال لنا من الاحسن ما ندخلوش لهذا العالم ديال التريدينغ ماشي حيت ديك التجاره او داك التريدينغ حرام، ولكن حنا ما كنعرفوش الخبايا وشنو كيدوز من تحت الستار وشي حوايج اللي انت ما كتكونتروليهمش. بمعنى انت باش تكون كتدخل فلوس حلال من التريدينغ خص اي اوبيراسيون في داك البروسيسوس يكون حتى هو حلال. سو من هادشي كامل اللي قلتي لنا خيوكاي اذا غير نمشي دابا نانفيستي ديك 1600 ريال اللي عندي في التريدينغ وندخل الفلوس وندير الفيلات وندير لاباس اكزاكتلي بحال هاد صحاب الدورات. هنا صاحبي الا كنتي متبع معايا مزيان غتلاحظ بلي دويت على التداول وما دويتش على المضاربه ولا سبيكولاسيون. هذا هو الجانب الحرام في هاد التريدينغ واللي هي بيزيكلي طريقه اللي كيتريدي بها 99.99% ديال التريدرز. كتشري سهم في شركه او لا عمله الكترونيه او لا عمله حقيقيه او لا ميتو سبيسيو وكتعاود تبيعها في غضون دقائق ولا ساعات قليله وكتعتمد على التخمين بزاف اكزاكتلي بحال القمر واللي هي اصلا طريقه ولا شكل من اشكال القمار. غنخلي لكم واحد الفيديو في الديسكريبشن ديال الاستاذ ذاكر نايك اللي كيشرح فيه مزيان هذا الجانب ديال السبيكولاسيون، ضربوا عليه طليله
ديالها لا بغيتو. بمعنى الا كنتي كتشري السهم او العمله وكتبيعو في البلاصه او بعد دقائق او بعد ساعات وكتعتمد على التخمين ديال الدقائق او الساعات المستقبليه القليله القادمه، هذه سميتها المضاربه او السبيكولاسيون. والمضاربه حرام. اما الحلال في جانب التداول هو التداول على المدى الطويل، وهذا هو اللي فيه الخدمه ديال بصح، واللي تيبغي بنادم يكون قافز وحال عقله وواعي باش ينجح في هذا المجال. ما كيعتمدش على مثلا التخمين بنسبه 90%. ركز معايا مزيان حيت نشرح لك هادشي مزيان في الكمال هذا الفيديو. اجي نهضروا دابا من جانب اقتصادي ومالي. التداول فيه جوج ديال الانواع، سواء كنتي غتداول في لابورس او غتداول في البلاتفورم في الانترنت بحال اولمب تريد بحال بوكيت بروكر ولا ما شابههم. غادي تلقى جوج ديال الانواع ديال التريدينغ او جوج انواع ديال التداول، ما غتلقاش الثالث، لا ثالث لهما. وتبع معايا مزيان وحل عقلك في هادشي اللي غادي نقول لك، وما تخافش راه ما غاديش ندخل في التكنيك بزاف. بيزيكلي عندنا جوج انواع ديال التداول. كاين التداول على المدى القريب او سميتو المضاربه سبيكولاسيون اللي دويت عليه قبل واللي قلت هو حرام. وكاين النوع الثاني اللي هو التداول على المدى الطويل. المضاربه هي كنشري سهم دابا او كنشري عمله او كنشري الذهب وكنبيعو في مجرد دقائق او ساعات قليله، اكزاكتلي كما كيدير بنادم في الكريبتو. كيشري عمله مع كيطلع عليها السهم في 5 دقائق تيبيعها وكيخرج رابح في واحد الصفقه ديال 5 دقائق تيصدق رابح فيها الدوبل. باش تكون مضارب واعر وناجح خصك صيفه وحده واللي هي ما كايناش في 99% ديال المضاربين، الا وهي خصك تكون محظوظ. حيت واخا تقول لي لا راه كنديروا دي زاناليز وكنديروا اناليز مارشي وكنديروا اناليز ديال لي زانديكاتور دو بيرفورمانس ديال دوك السهم ولا ديك الشركه او ديك العمله الالكترونيه، وتجي وتقول لي هاد التوقع واش طلع ولا تهبط من هنا 30 دقيقه او 5 دقائق او ساعه ويطلع التوقع ديالك صحيح، فراه انت خصك تكون قمار صحيح. نعتبروا الاناليز ديالك اللي درتي وكلشي هي 10%، ولكن راه 90% كامله كتحسب غير ريسك وزهر. وما تقنعنيش بلي هذه كامله قرايه ودراسه او انت هو جوردن بيلفورد ديال المغرب. راه حتى القمار اللي تيلعب على الفراقي ديال الكره حتى هو كيدير نفس الحاجه، كيمشي يدير دراسه للفراقي اللي غيلعب عليهم، واش ربحوا اخر الماتشات، واش خسروا، شنو اللعابه اللي مضروبين. راه نفس الشيء. واخا هذا القمار يدير هادشي كامل ويدير واحد النتيجه يقول لي لا راه درت دراسات الى اخره، راه تقدر بطاقه حمراء وحده كارت حمراء وحده تخرج على الفرقه كامله ولا تقلب الماتش كامل. ويا ما شفنا بحال هاد اللعيبات هادو. اروخو انا عملت ايه ما جاكش هادشي اللي قلت لك كامل بحال المضاربه. في الجانب المقابل كاين التداول على المدى الطويل واللي الناس اللي كيديروه قلال بزاف، وخصوصا في لي بلاتفورم باغ انترنت، حيت من الاخر ما عندهمش الخرقه عليه، حيت هو كيعتمد على القرايه ديال بصح. خاصك دير دي زاناليز ابروفون ديال المارشي ولا ديال ديك الشركه اللي تتداول فيها او ديال ديك العمله الالكترونيه الى اخره، وخصك تجيب دوك لي زاناليز ديالك يكونوا مضبوطين. ودونت ووري على المدى الطويل كيكونوا عندك كاع لي زانديكاتور وكاع لي دوني اللي انت محتاج باش دير اون اناليز اللي تطلع تكون صحيحه وما تكونش معتمده على 90% ديال الريسك. نقدروا نقلبوا هنا الايه تكون 90% اناليز ديال المارشي و10% تقدر تكون ريسك. وهذه حاجه عاديه، راه اي تجاره كيكون فيها ريسك. انك كتمشي كتشري السلعه تقدر ما تتباعش لك، يعني الريسك هنا راه كاين. يعني انت عن طريق المعطيات اللي كتوفر عندك كتقدر دير واحد الصفقه اللي تكون ناجحه. نعطيك مثال، مشيتي شريتي اسهم في شركه كولورادو على اساس تبيعهم من هنا لواحد الفتره اللي هي طويله، كدير تحليل البيلون البيرفورمانس ديال ديك الشركه في اخر عام ولا في اخر سنوات، وهادشي بوحدو ماشي كافي. خصك تكون عندك اطلاع على السياسات ديال البلاد اللي تقدر سوا تضر سوا تنفع ديك الشركه ولا داك القطاع اللي انت غتتداول فيه، وهنا بالتبعيه سوا السهم ديال ديك الشركه اللي انت متداول فيها غادي يتزاد او لا غادي ينقص. يعني هكا خص يكون تريدر او حتى المستثمر. هذه هي الطريقه اللي غادي تخليك دير الفيلات والاراضي والقصوره. وللاسف ماشي اي واحد يقدر يدير هادشي الا ما مشاش قرا لمده سنوات وبحث مزيان وتعلم. المشكله ديال الناس مؤخرا مع التريدين هو التوقع الزائد، داك تبيع العجل ديال صحاب الدورات. كيدخل البلاتفورم بحال بوكيت بروكر على اساس غادي يدير غير كوبي كولي لواحد التريدر دير واحد الصفقه وصافي راه نجح والفلوس كيروز ودار الفلوس ونجح في حياته. اول حاجه داك التريدر المحترف اللي انت درتي كوبي كولي منه هو راه عارف واحد المساله، عارف باللي 90% تقريبا ديال الصفقات اللي غيديرهم في النهار راه ما غينجحوش، وتقدر غير وحده ولا جوج لا جاوه في نهارو راه غادي يعوضوه في النهار كامل. داكشي علاش غادي تلقاه كيدخل في 10 صفقات 15 صفقه في النهار، ماشي بحالك انت دير وحده وكتسنى تنجح. هو عنده الراس المال الكافي اللي غادي يدخل على بزاف الصفقات. انت عندك واحد 1000 درهم ولا 2000 درهم ولا حتى كاع 10000 درهم وباغي انت تربح. كما قلت لك
هو تقدر غير صفقه وحده في النهار تعوضوا على النهار كامل ديال الخساره. راه حتى واحد ما يقدر يتوقع اكزاكتلي شنو غادي يطرا في المارشي للساعات القليله القادمه او للدقائق القليله القادمه. في دراسه تحت اسم Day Trading Statistics 2024 The Hard Truth اللي دار اودمان جرويتش كيبين لينا من الاعتماد ديالو على احصائيات اللي كتنشرهم مجلات كبار في الفاينانس الواقع المر ديال التريدينغ والتريدر اليومي، الناس اللي كيتداولوا بشكل يومي. كيتبين لنا بالمتداولين اليوميين كيفشلوا بنسبة 80% و20% فقط اللي كيقدروا يربحوا. في دراسة أخرى تحت اسم Day Trading for Living Evidence from Brazil، هذه واحد الدراسة اللي داروها أساتذة الإيكونومي في جامعة ساو باولو في البرازيل، داروها على واحد لي شونتيون ديال الناس في البرازيل تريدرز اللي كيتاجروا في البورصة، ونفس الشيء كينطبق سواء على لابورس سواء على لي بلاتفورم، نفس الشيء نفس الكونسيبت. لقاو باللي 97% ديال المتداولين اليوميا كيخسروا فلوسهم، وفقط 3% ديال الناس اللي كيقدروا يربحوا. وكاينين دراسات كثار وستاتستيكس كثار في هذا الصدد هذا الا بغيتي تبحث عليهم وتقلب عليهم. من مور هادشي كامل اللي وضحت في الفيديو كنظن باللي غتكون وضحات عندك وتحيد داك اللبس اللي عندك في دماغك على هذا المجال ولا على هذا العالم. انا شخصيا الا كنت غادي ندخل لهذا العالم ديال التريدين غندخل التريدين ا لون تيرم على المدى الطويل، حيت اولا حلال وثانيا غادي يخليني نطور المدارك ديالي ونطور القدرات ديالي في التحليل ديال المارشي وديال لي زانديكاتور وديال لي بوليتيك اللي عندهم علاقه بهذا المجال، وهكا غادي نكون مينيميزيت بزاف داك الريسك. هادشي اللي كان عندي نقولوا لك. نتمنى تكون عجباتكم لا فيديو، بينوا لي في لي كومونتيرات الدراري، ولا كان عندكم شي سؤال خليوه لتحت في الكومونتيرات نحاول نجاوب على كاع الكومونتيرات. كان معك يوكاي، نتلاقاو في فيديو جديد.